ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله انتوا كويسين يا رب العالمين. اليوم حشارك معاكم الريفيو عن الحاجة اللي كنت مترددة يعني فترة طويلة ان انا اشتريها ولا لا، لكن اخيرا اقنعت نفسي ولقيت ان انا فعلا بحاجة ليها واشتريتها، وهوريكم ليه. انا كنت مترددة عشان اشتريها في الاول. تاتا، انها الاير فراير يا جماعة. ايوه صح. دي الاير فراير بتاعت شركة كاسوري، هي شركة معروفة هنا في يوكي. جبتها 6 لتر على اساس تكون كبيرة وتشيل لي يعني احجام كتيرة للحاجات. بيجي معاها زي ما شايفين اهو، ده الكتاب بتاع الوصفات ده، حاجة ظريفة حبيته يعني، فهجرب معاكم اليوم الوصفات بتاعتها وكده على تيك توك نشوف. طبعا هنا كنت بعمل لها انبوكسين. احلى حاجة يا جماعة انكم تيجي تفتحوا حاجة جديدة، يا سلام، احساس روعة شديد. بالذات التلفونات انا بحب جدا الحاجات اللي بتكون جديدة يعني. فزي ما شايفين ده شكله، كنت بحاول افتح الباب لقيته مقفول ملصق. في الاثناء دي خليني اقول لكم انه انا ليه كنت ما عايزة اشتري اير فراير، لان انا صراحة عندي فرن، والفرن بتاعي يعني هو سريع ما شاء الله، هو يعني تهميره حلو شديد لانه فيه مروحة. فقلت مروحة لمروحة ليه انا هحتاج الاير فراير في شنو؟ فعشان كده كنت مترددة ان انا اجيبها. لكن لما احمد ولدي نزل النيرسري وللاسف ما كان عندهم الوجبة بتاعة الفطور، فبضطر اعمل له لانش بوكس. زي ما شايفين هو قاعد اخد الحاجات بتاعتها. ف لقيت ان انا فعلا محتاجة، لانه بعد مرات بالليل بكون عايزة حاجة سريعة والفرن بياخد وقت صراحة. فقلت لا لا، ما بدها اخليها شوية كده. فهسه في رمضان ده صراحة يا جماعة قلت الروب في وقت السحور، فعشان كده اشتريتها. اخيرا حرفيا يعني لقيت نفسي ان انا بحتاج بعد مرات حاجات كميات بسيطة، مثلا اعملها للعيال اثناء ما انا اكون صايمة، او اعملها في سحور سريع حاجة خفيفة. الفرن بياخد زمن صراحة عشان يسخن وكده. المهم زي ما شايفين هي فيها مهام متعددة، فيها تسخين قبل، وفيها تدفئة، وفيها خبز، وفيها فراير اير فراير عادي، ده بيكون الوضع التربو. فيها كمية من المهام يعني. ده المصادر معاها بوريك برضو الاعدادات بتاعت الخبز وكده، ولصقته فيها زي ما شايفين اهو، وجهزتها ركبتها على الكهرباء وجربتها. هجرب معاكم الماش بتاعته ده عشان اشوفها بس هي هتنشف ولا لا، لانه نينجا الناس كانت بتشكي انها بتنشف الاكل وكده، عشان كده ابيت اجيبها نهائي. جبت الورق ده عشان احافظ على نظافتها وما اتعب كل شوية اقعد اغسل. بس زي ما شايفين كده جهزت جزء من البطاطس حطيته فيها، واديتها الاير فراير اللي هو ده اكتر حاجة بتنشف. فزي ما شايفين درجة الحرارة هنا تلقائيا كانت 195 مئوية لمدة 10 دقايق. ففيكم تغيروا درجات الحرارة، تنقصوها تزيدوها حسب الحاجة اللي انتوا عايزينها، زيها زي اي اير فراير. وعندي هنا كمان درجة الحرارة قلت اجربها بتحصل لكم. زي ما شايفين يعني درجة الحرارة لقيتها بتحصل لحد 230 على حاجة. ففيكم انتوا تتحكموا في درجة الحرارة اللي عايزينها مع مدة الحاجة اللي عايزينها برضو. فزي ما قلت لكم يا جماعة لقيتها عملية جدا للحياة السريعة، والحاجات الكميات البسيطة، يعني مثلا حاجة للأطفال، حاجة تعملوا لانش بوكس، حاجة سناكات. نص الليل عايزين تعملوا حاجة وما شايرين تشغلوا الفرن كله كده عشان يعني مثلا صحن واحد ولا حاجة زي دي. فعملية والله صراحة يا جماعة، وحسيت بفريقة في الأيام الأخيرة دي بالذات. احنا خلاص داخلين على العيد لكن خلاص يعني. هنا البطاطس كانت خلصت يا جماعة، كانت مقرمشة من برا وطرية من جوا صراحة، ما كانت منشفة. فدي أكتر حاجة حبيتها فيها. فبس يا جماعة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وكومنت. لو حابين أعمل معاكم أي ريفيو لأي منتج من الحاجات اللي أنا اشتريتها في الفيديوهات اللي فاتت وروني عشان أعمله معاكم هنا. ما تنسوا تتابعوني على تيك توك، هعمل لكم بقى وصفات هناك كثيرة. وتابعوا كمان قناتي للطبخ. يلا يا جماعة، العيد باقي له يومين، أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحقق أمانيكم، وسلام.